كول لك مس كول. بطل حدا يعرف يدق، ما فينا ندق الا دقيقة، ما في يدق الا. يا كريم كريم كريم، شو بدك؟ معك تبعت لي $5؟ لا ما معي. شو بسموك كريم لكن؟ احسن شي بعمله اني دق لعبودي، ما قلنا غير خينا. الو حبيبي يا ابو عبيد، كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ليك حبيبي بتبعت لي $5 علامه؟ يا اخي ما قلنا لك اخر الشهر بندفع لك اياهم، خلصنا بقى. طب قلت لك هديك الشهر ما كنت ميسر، هالشهر خلص بندفع لك اياهم تكرم. خلص حط بس $5 وما بقى تدين. طب عم نحكي مع البيبي خيي، البيبي يعني حبيبتي صار لنا جمعه سوا. ايه $5 ليه ب $11,000؟ كله بتحطوا حق على الشركه، بتقول الشركه غلت والوكيل غلى. لا حبيبي مثل العاده 9000. اكيد عرفتوا عن اي شركتين عم نحكي، هول الشركتين نيك. اهلا وسهلا فيكم بالحلقه ال 12 من بصراحه عايشه. مثل ما شفتوا بالانترو اكيد بتعرفوا عن مين عم نحكي اليوم. عم نحكي عن اكبر شركتين بلبنان، MTC والفا. زقفه بليز. بكل انحاء العالم الشرك الكبيره بتعلن عن المدخول السنوي تبعولها، الا بلبنان وصدقوني MTC والفا بكبر اكبر شركات بالعالم. وجربت فوت على ويكيبيديا او على الانترنت وانه كنت لاقي قد ايه بيطلعوا بالسنه، ما في. ليش؟ لانه الشعب اللبناني بيقول عنهم حراميه، وانا بايد هالشيء، وما بدهم يعلنوا عن ارقامهم احسن ما ينفضحوا، لانه شيء فوق الخيال. شرفاء الوطن وبيدعموا الجيش اللبناني وبيضلوا حاطين لك بوسترات ويلا اعلانات، بس هن بالاساس عم يحرقوا الشعب. اكيد مثل ما بنعرف انه السياسيين بلبنان لهم دور كبير بالتغطيه على هالشركتين، وانه هن بيشاركوا وبيندفع لهم وبيحطوا بجيوبهم. لازم ينفخوا جيوبهم بعد، لانه بطل في محلات يحطوا مصرياتهم، كل جيوبهم مليانه. في محل واحد بعد ما حطوا فيه مصاري، او يمكن حطوا بقلبه المصاري، عرفتوا وين؟ حتى ما طول بالفيديو كثير، انا ما معي ولا اثبات انه هن عم يسرقونا، بالعكس هن يمكن مش عم يعملوا هيك، هن يمكن محكوم عليهم انهم يعملوا هيك او يغلوا الاسعار. انا عملت شويه ابحاث لشوف شركه تاتش قد ايه بتربح بالسنه. فتت على جوجل حطيت تاتش، طلع لي انه تابع لشركه زين. اذا بنفوت على شركه زين بيطلعوا انه هن مستلمين 8 دول بالشرق الاوسط وشمال افريقيا. انا بدي نقي بلد تقريبا مثل لبنان بدي اقول، فنقيت البحرين. عملت مقارنه بالاسعار بين لبنان وبين البحرين. بنبلش بخط الثابت او بما يسمى بالبوست بيد. بلبنان تشترك بهذا الخط لازم تدفع 22,500 بالشهر، وبيطلع لك ساعه ببلاش. كتر خيركم. انا حولت كل الاسعار للليره اللبنانيه، فهن 11 سنت عندهم دقيقه، يعني 165 ليره لبنانيه. ايه بس انتبه، هيدي during peak time. شو هالاكل SMS 75 ليره وبلا انترنت. هذا الانترنت بتعمله اشتراك على جنب، الاشتراك 39,000 حتى يطلع لك 6 جيجا بايت انترنت. اما بالبحرين تدفع 28,000 ليره، بتحكي 450 دقيقة ببلاش، سعر الاس ام اس ب 12 ليرة و8 جيجا بايت انترنت ببلاش. ما في فرق، يعني لتحصل على نفس الخدمات اللي بيقدموها بالبحرين لازم تدفع 135,750، وهيدي مع انترنت 6 جيجا بايت. ننتقل لاخونا الماجيك او بما يسمى بالبريبيد كارد، حقه 39,000 والدقيقة بتطلع 375 ليرة والاس ام اس 75 ليرة وبلا انترنت. اما بالبحرين بتدفع 24,000 بيطلع لك 500 دقيقة فور فري و12 ليرة الاس ام اس، واكيد ما بننسى 7 جيجا بايت انترنت. اما لنحصل على نفس الاوفر اللي بيطلع بالبحرين نحن لازم ندفع 226,500 مع 6 جيجا بايت انترنت مش 7. بدي افهم انا ليش شركة زين بتعطي اوفرات مثل الخلق لكل الدول بالشرق الاوسط او الدول اللي هي متعاقدة معهم الا بلبنان. ليش هالقد غالي؟ مش هون اكيد انه في سرقه؟ وبيقولوا لي شو بترول لبنان هو الاتصالات. يا حبيبي عندكم بترول، روحوا شيلون ورخصوا الاتصالات. بعمليه حسابيه صغيره فتت لشوف كم مشترك عند MTC، طلع 2.1 مليون، وبينبسطوا هن انه شوفوا قد ايه نحن عندنا مشتركين وليكوا الفا. ليكو نحن عنا اكثر مشتركين. طب يا حبيبي كل ما كتروا مشتركينك كل ما لازم ترخص الاسعار مش تغليها. حاخذ منهم بس مليون شخص اللي بيشارجوا طبيعي، مش حفوت بقصص الايام وقصص اللي بعت لي شهر وشهرين ومدري شو. بيطلعوا سنويا ربحانين 272 مليون، هيدي بالميته، ونحن معترين بيسرقوك قدام عيونك وانت ما قدران تعمل شيء، وهن عارفين انه عم يسرقوك. هيدي هي كانت حلقه اليوم من بصراحه عايشه. واذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير حتى توصل هالكلمه للحراميه. واذا ما حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تحطوا كومنتس بألف مثل العاده، وما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام. باي.